السلام عليكم حبايبنا متابعين قناة البساطة في الطبخ والخياطة. شلونكم يا أحلى سندوسات؟ بداية نقول اللهم صل على محمد وآل محمد ورمضان كريم عليكم. وهنا طبعا بدينا روتيننا يوم كامل، روتين وحدة صائمة حالي حال بقيات. شلون تقضون أيامكم؟ بديت هنا من فترة صلاة الظهر، ومثل ما تشوفون حضرت المصلاية وبديت أصلي والحمد لله. طبعا يبدأ فترة الفطور بعد الصلاة كلكم هالشكل. بداية هنا بداية فطوري حضرت الزلاطة، وطبعا راح أحضر الزلاطة العراقية العادية اللي هي طماطة وخيار. وتشوفون هنا شنو ضفته بنات؟ ضفت هنا مكمل كلش راقي، هو مكمل الميكروفوجي خاص للقولون. اللي تحب من هذا المكمل تراسلني على الماسنجر باسم قناة وانا بالخدمة إلها أدليها على هذا المكمل. طبعا يفيد في تنقيص الوزن وللقولون بصورة خاصة، وأسعارهم كل زينة. بعد ما كملنا الزلاطات وحضرناهم طبعا خذت لي شوية تقريبا بالنص ساعة قعدت على الماكينة. عندي هنا تراك نساء قياس سمول، كملته تقريبا وخيطته هنا طبعا كملت التراك. تعرفون بعد فترة صلاة الظهر عندي وقت، كملت التراك. هنا مطلوب من عندي كان قياس ميديوم، وهسه راح انزل لكم ان شاء الله هالايام على قررنا نروح البيت اختي ناخذ فطورنا ويانا. طبعا لفيت الدولمة تقريبا الساعة 2 الظهر، وسويت الكاستر بالقشطة اللي هو عبارة عن نشا ومي. خذت هنا تقريبا 4 معالق من النشا وملعقتين أكل طبعا كبار من الطحين الصفر الأبيض، وكمية من الشكر حسب الحلا، وتقريبا كوب ونص من المي خليتهم يغلون على الطباخ. وبعدها ضفت قلاص القمر بنات القشطة، وكملنا الكاستر مالتنا بيجنن بالقشطة كلش راقي. بعد ما برد كلش ضفت عليه جلي، وكل ظرف مال جلي بنات اخلي عليه كوب من المي واغليه غلوة كلش بسيطة لحد ما يبرد الكاستر. وبديت اشكل هشكل هاي الحفاضات اللي بيها قبق على مود اخذها وياي. قلت لكم لان فطورنا ببيت اختي وكان فطور كلش حلو، وبصراحة وامسية كلش حلوة. هنا كملنا الكاستر والدولمة تشوفونها تبين طبعا لاجعة وتجنن. هنا أنا كملتها تقريبا، راح ارفع القبق من عندها على مود اخليها بعد تلجع اكثر وتعطي طعم كلش راقي تخبل. طبعا هنا اطبخها اني بنات بالتمر هند تصير كلش رهيبة. كملنا فطورنا ما بقى شي، وهنا بدينا انا وابو عباس تشوفون هنا طبعا نقبق هاي الحافظات مال الكاستر على مود نسلفن كل 3 حافظات نسلفنهم سوا على مود انقلهم وما يخرب شكلهم بالسيارة. هنا بدينا سلفنا الحافظات واستعدنا للنقل بالفطور. وهنا وصلنا البيت اختي وبدينا نحضر السفرة احنا وياهم، وما شاء الله سفرة العامرة طبعا عينا وعليكم بالعافية. وكانت الاجواء كلش حلوة وخيرات الله موجودة هواي، ورمضان طبعا هو خير وبركة على الجميع. ان شاء الله يرزق كل فقير وكل محتاج يا ربي. احنا طبعا ما ننشر هذا نغيث الفقرة بنات، بس لازم شوي ننشر يومياتنا وروتيناتنا لا اكثر. وهنا السفرة ما شاء الله عليها انجمعت ولمت من عندنا ومن عندهم وتجنن صارت. وصينية الدولمة هي تحكي طبعا تجنن. وهنا التمن بالجزر يخبل، وتبس الدجاج كانت هي مسويته رهيب، وما اقول لكم الطعم خرافي. ان شاء الله اليوم عجبكم هالروتين. وبعد هالاكل هذا الراقي والدسم لازم شوية واحد يطلع ويغير جو. ودشفون الامسية ورا الفطور والاجواء تجنن. طبعا هاي الاجواء بالاعظمية افترينا شوية، كان تغيير رهيب ويخبر. اتمنى طبعا الكل يشاهد الفيديو، واللي ما تطلع تتونس ان شاء الله تفتر ويانا شوية بهالاجواء تخبل وتغير جو. اذا حبيتوا هيك روتينات بنات كتبوا لي، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك والمشاركة للفيديو. تحياتي لكم. واللي تريد طريقة الدولمة منشرتها يعني بأكثر من فيديو منزلتها، خاصة هسه الدولمة الحديثة نزلتها قبل فترة كانت كلش طيبة وراقية. واللي تريد طريقة هذه الكاستر إضافة للشرح أنزله من عيوني ما أبخل عليكم به. تحياتي لكم بنات وين ما تكونون، وأترككم هنا تكملون الفيديو للأخير.